نعم، إنه الفيديو المنتظر. فيا صباح الخيرات، مش خير واحد بس، جهزوا معايا علشان نسافر لمصر. النهاردة 21. طب هل احنا مسافرين بكرة زي ما انا بعمل كل مرة؟ لا، احنا مسافرين يوم 26 بإذن الله. بس انا عايزة اجهز التجهيزات، هقسمها على مرتين: مرة اللبس ومرة الحاجات اللي انا لازم اخدها معايا وممكن انساها، خصوصا لو هي في اخر لحظة. فانا المرات دي انا انسانه واعيه. الساعه دلوقتي 5:30. لسه مشتريه شنطتين سفر كبار لان الشنط بتاعتي باظت، يعني خلاص باظت. الحمد لله ان هي قعدت معايا 5 سنين في البهدله والضرب. ومش عايزه اصدمكم، بس بصوا دي حاجات المفروض ان انا اخدها معايا والناس مختلفه، فانا عايزه اللي هو ايه، اكون كاتبه يعني منظمه بقى. انا انسانه منظمه، فجهزوا معايا. هنا بيقول لك تغير الباسورد ازاي. تمام. ده غطا جايباه، مش غطا، مفرش حراري جايباه لماما هدية. اخدت شاور، استخدمت ده لميوز. الماركة دي اول مرة استخدم الشيت ماسك بتاعها، بس حاساه هايدريتنج قوي يعني. هو ده شكله. هحطه على بشرتي لمدة نص ساعة وبعدين اعمل السكين كير بتاعتي، الروتين بتاعي يعني. يا جماعة، لان حرفيا في الطيارة بشرتكم بتكون ناشفة بشكل مش طبيعي، فانتوا دايما بتبقوا محتاجين قبلها بيوم ترطبوا جامد جدا. وبرضه في الطيارة قبل ما بركب الطيارة بغسل وشي، بحط مرطبات، واطلع الطيارة. وتشربوا مية على قد ما تقدروا. طيب، واحنا بقى مستنيين الماسك ينشف، عايزين نعمل واتس ان ماي باج. اوريكم الحاجات اللي انا باخدها معايا في الشنطة اللي هي بتطلع الطيارة. في شنطتين، وده طبعا على حسب كل ايرلاين والرحلة بتاعتكم بيكون مكتوب الانفورميشن دي. انا مثلا بيبقى معايا 7 كيلو كاري اون، اللي هي بتبقى شنطة صغيرة الحجم بتاعت السفر. وبيبقى معايا الشنطة الشخصية بتاعتي اللي هي مثلا الهاند باج او الباك باج. انا دايما باخد الباك باج، بس المرة دي هاخد هاند باج عادية. فتعالوا اوريكم انا واخدة معايا ايه. دي الشنطة حجمها كبير، بس هو ده انا مش واخداه معايا. ده مفروض كنت جايبة فينش سبراي، صح؟ سيتنج سبراي، سيتنج سبراي. وعايزة ابدله بالاكبر يعني، علشان قصة كده كبيرة يعني، بس لقيت ان الاكبر هو الاوفر. معايا الباسبورت طبعا، الهوس بتاعنا بتاع كل شوية نشوف الباسبورت، كل شوية نشوف الباسبورت. ببقى حاطة الباسبورت هنا. لما بروح بيبقى معايا اللي هي الرحلة يعني التيكت، بكون حطاها هنا. هنا دي عندي السيم كارد، مكان السيم كارد بتاعتي، اللي انا بستخدمها في مصر من 4 شهور مثلا. مش عارفة هل هتكون شغالة ولا لا، هجرب يعني انا وحظي بقى. بس ده كده الباسبورت. ده سان جلاسز بحتاجها كلية، جيب. المحفظة دي، بصوا يا جماعة، انا عندي محفظة هي فين. دي المفروض المحفظة بتاعتي. هي كارد، كارد هولدر، لان احنا مش بنستخدم الكاش عامة. دي بقى بتاعت مصر اللي بتشيل الكاش. لسه معايا فلوس مصرية فيها. معايا الرخصة بتاعت مصر والبطاقة المصرية. دي جواها ال SSD كارد، عشان لو عايزة انقل مثلا الفولدرز الفايلز يعني او كده. سان بلوك، لو انا مثلا وانا راكبة الشمس طلعت عليا اقوم حاطة كده على طول. معايا بقى اهم حاجة، دي الباوتش اللي بيبقى فيها السكين كير بتاعتي. مش هقدر اطلع لكم كل حاجة، هي حاجات كلها مينيز. ممكن اطلع لكم الحاجات المين: معقم اويل كلينزر، تونر اللي هو ده من اكسس واي، معجون وفرشة سنان، مناديل، اي دروب. الاي دروب دي ماركة يابانية ومش عارفة اسمها ايه بصراحة يعني، بس انا عايز اشتري منها تاني. 2 ليب بالم من ايبونا، الفوم كلينزر ده
ده انا دايما باخده معايا هنا في كوريا لما بكون مثلا بايته بره. مستر كريم ده travel size، اول مره هستخدم البراند دي. XY الفيجن اي كريم. الكولاجين ماسك ده عايزه اعمله في الطياره وانام بيه. كلينزينج فوم تاني علشان لو التاني يعني خلص. كالمينج كريم ده بلاستر جروح. باري ووش لما بدخل التويلت بتلاقوا ان انتوا قاعدين بتشيلوا حاجات وكده، فاقوم ايه اغسل بقى دراعاتي وبعدين احط ديودرنت تاني او البودي سبلاش وبس كده. ومعايا بقى حاجات زي ده فيس ماسك شيت. ده بصراحة مش عارفة جواه ايه. دي حاجات اللي هي بقى ايه زي تونر باد، حاجة برضو زي تونر باد 3 day، وبرضو امبول باد. ودي تاني باوتش معانا بتاعت بقى الميك اب. يلا احنا فيها هوريكم الميك اب اللي انا باخده معايا. ده ميست جميل قوي بحبه. الماسكارا، اي شادو، مراية. ده بودي سبلاش، بودي سبلاش، فانا مفرغاه هنا. روج، برايمر، هو جلو رايزر، هتبقى تالت مرة استخدمه، لسه مشترياه يعني. كيرلير، وانا عندي يا جماعة مشكلة، مش عارفة انتوا برضه عندكم نفس المشكلة ولا لا، قولولي. بس انا قبل كده مرتين رموشي دي كلها الصف ده وقع مني. بعمل كده حاجة وقعت، فبعمل كده قامت طلعت مرة تانية، بعمل كده اعتقد هي ما كانتش مغسولة او حاجة خدت الرموش معاها، فكنت بجد تروماتايزد جدا، بس مضطرة اجيبها. عندي دي من دكتور ألثيا. عندي ده جلو ستيك بموت فيه، عارفين احطه كده 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 وشي جلوي. ده برفيوم ستيك. عندنا باراسيتامول، عندنا بايريدو موهاف جوست. ده في SPF 50 بلس، وبيكون اللي هو يعمل تون اب للبشرة. عندنا البراشز، كحل اسمه ايه من كليو، بوست باودر، بلور باودر، مشت عشان بضطر اسرح شعري. انا لسه جايباه الروج اللي كله بيتكلم عليه ومقلوب عليه الدنيا، ثانكس اتس ماك. كنت جايباه مع الفينش سبراي اللي انا هرجعه هبدله بكره. وده من شي جلام، معطر للبق، مش عارفه اسمه ايه بالعربي يعني. ومعايا الايباد اتشحن. الايباد بقى دايما النوت اللي انا يعني بصوا التبايه اللي انا بقول لكم عليها دايما، لو عندكم نتفليكس، لو عندكم اي حاجه تانية انتوا بتستخدموها افتحوه هتلاقوه مش بيشتغل كده زيي. المسلسل ده جديد، المسلسل ده اسمه ايه؟ ناي وانبيوكان بيسو My Perfect Secretary Crash Landing on You. المهم يعني ان انا منزله كل الحلقات بتاعته، ما اتفرجتش عليه قبل كده، بس ففي الطياره بجد انتوا بتحسوا بملل، فعايزين يا نايمين يا عايزين تعملوا حاجه. فانا لما باكل بحس ان انا بملل كده وانا قاعده لوحدي، فبقوم ماي جاد فبقوم مشغله مسلسلات. انتوا ممكن مثلا تشغلوا جيمز، تلعبوا جيمز، ممكن تحملوا ميوزك. انا ما بحبش اسمع ميوزك يعني، مش من هوايتي. خلوني بقى اروح اوزن الشنط دي وارجع تاني اقول لكم الميزان مظبوط ولا لا، عشان انا كنت اوفر ويت من شويه. خلصت يا جماعه كل حاجه. دي وزنها بصراحه عامل 24 صح. ودي وزنها 22 وانا المفروض 23. هشوف لو هعرف اعدي ولا لا، غالبا ببقى عارفه اعدي. ودي اهي الهاند باج، ودي الكاريون. بس كده الساعة دلوقتي 3:03 الفجر، وانا المفروض اصحى الساعة 7 الصبح. فتصبحوا على خير.
يا صباح الخير. دلوقتي الساعة 49 دقيقة. لو احنا رحنا هناك هتبقى الساعة مثلا 10:30. هو بيفتح الساعة 10:30 المول. زي ما قلت لكم ان انا عايزة ابدل السيتنج سبراي بواحد اكبر منه. فتعالوا معايا، انا جعانة جدا. تمت المهمة بنجاح. عندي بقى ميتنج مهم جدا، فالمفروض بفكر اخد معايا هدية علشان هو النيو يير كوري هنا دلوقتي، بكرة هيبدأ من بكرة، فبفكر اخد معايا هدية. فجيت الدور اللي تحتيه وبعدين بقى امشي على طول عشان ما عنديش وقت اساسا. حلويات العيد بتاعتهم. مش عارفة هو انا ينفع احط سيتنج سبراي بعد ما عدى 50 ساعة بعد ما عدى وقت يعني ولا لا، بس انا هحط لأول مرة. توكلنا على الله. جيت الاستراحة. بيبيعوا هنا اكل وبيبيعوا شرب زي اي استراحة يعني عامة. جيت اطلب قهوة مع اني انا ما بقدرش اشرب قهوة، بس انا بجد محتاجة لان انا نمت بالظبط 2.5 بالظبط، فمرهقة بشكل مش طبيعي وهموت وانام. يا رب تفوقني يعني. رايحة دلوقتي يا جماعة على المطار. الساعة دلوقتي 46 دقيقة والطيارة الساعة 12 وتلت، بس بيقولوا ان الايام دي زحمة بشكل مش طبيعي، فعايزة الحق. وصلت دلوقتي الساعة 8:50 دقيقة. المهم يا جماعة، رغم ان انا اكسايتد قوي ان انا انزل لان في مفاجأة، ولكني مرهقة جدا ان انا اكون راكبة 17 ساعة في الطيارة. خلاص مرهقة، بس ان شاء الله خير. وخصوصا ان اصحابي المصريين اغلبيتهم في مصر، اللي هم في كوريا يعني، فمتشجعة لحاجة زي كده ان انا اقابلهم في مصر لأول مرة. اعتقد اغلبيتهم هقابلهم في مصر اول مرة. شايفين اللاين؟ الجيت المفروض مش الجيت، لا، اللي هو المكان اللي بتعملوا فيه تشيك للسوت كيسز بتاعتكم هيفتح الساعة 9 وتلت. الساعة دلوقتي اساسا 38 دقيقة، عشان انا عملت تشيك ان امبارح. الاولوية ليا او للناس اللي هي عملت تشيك ان الاول، عشان كده دايما بقول لكم لو انتوا عارفين تعملوا تشيك ان اعملوا تشيك ان. واغلب التشيك انز طالما انتوا مش من يو اس بتبدأ قبلها ب 48 ساعة. تختاروا السيت بتاعكم، اغلب الطيران كده. اخدت يا جماعة التيكت، وبجد مستفزة بشكل مش طبيعي البنت اللي هي شغالة دي، بس يلا انا عديها الحمد لله ان انا اخدت التيكت. ودلوقتي داخلة بقى على السكيورتي، اكتر ستيب بكرهها عامة. ابو جبل عدى السكيورتي يا جماعه، اكيد يعني هعدي. انا معايا حاجه غير بس المخدرات والبضاعه. المهم دلوقتي الساعه 10:10، المفروض هنعمل بوردينج على الساعه 11:45 دقيقه، والطائره ستقلع الساعه 12 وتلت. هروح الاول نقني واشرب ميه، وبعد كده هغسل وشي قبل ما اطلع بقى الطياره. هغسل وشي لان الميه بتاعت الطياره بصراحه ميه معفنه. واحط السكين كير واكون طالعه كده اريح. بعد شويه هيجيبوا لي اكل
اكل بس كده. In 5 minutes after takeoff, and we'll be eventually climbing up to 38,000 feet. Current weather in dark, clear skies, temperature of 21 degrees Celsius. We are expecting some turbulence to Doha this morning, and it's a kindly request that you keep your seatbelt fastened whenever you're seated. I'll have more information before we descend into Doha, but for now, please sit back, enjoy the 5-star service Qatar Airways. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 오케이. بصوا يا جماعه، الماسك اللي انا حطاه هو كولاجين بينشف في الوش، بيعمل منظر كأن انا السكين بتاعتي فلولس وسو جلوي. الساعة دلوقتي 12 و18 دقيقة و19 دقيقة. المفروض ان هو خلاص ممكن مثلا 5 دقايق 10 دقايق والطيارة تتحرك ان شاء الله. والوصول هيبقى الساعة 6 بتوقيت قطر، 6 الصبح قطر.
وصلنا الدوحة. بحب قوي المطار هنا عشان الريحة البرفيوم العربية، يا سلام. بس لسه بقول فيها برفيوم اند كوزماتكس. عايزة اشوف كده لو اقدر، لو في حاجة مثلا عجبتني وينفع الفيزا بتاعتي تشتغل فيها يعني، عايزة اشتري حاجة برفيوم عربية. دلوقتي انا رايحة اعمل تحويل. مش عارفة هو انا المفروض رايحة فين، بس انا بمشي مع الناس. خلوني اعمل معاكم ميك اب بقى وسكين كير عشان احنا دلوقتي في قطر خلاص، ومش عايزه اعمل ميك اب بصراحه في طيارات تانية زي ما انا كل مره بعمل. ماما صاحيه دلوقتي عشان صلاه الفجر في مصر، فطمنتها يعني ان انا في قطر. هو اللي الخلوي قريب بعد دبدوبة. لا مش مع لوط بس ونجيني بتاع البيت الرجاء الانتباه، هذا هو نداء الصعود النهائي. إخوة المدخنين، عدم التدخين إلا في الأماكن المسموح فيها. Yeah. We also ask that you switch your electronic devices and mobile phones to flight mode and ركبت الطياره التانية والحمد لله مفيش اي حد قاعد جنبي، الحمد لله. يا رب يعني تثبت على كده، محدش يجي مره واحده. مده الطياره هتبقى 3 ساعات و10 دقايق، ف خير.